السلام عليكم مرحبا ديالنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم امين عليه افضل الصلاه والسلام. حبيبي يا رسول الله. المهم الحلو ديالنا نوجد معكم ان شاء الله واحد الوصفه بالخضار والخبز اللي كيبقى يابس من اليوم ان شاء الله. ما تبقاوش تلوحوا الخبز يابس، كيجي رائع مع هاد الوصفه. رائعه رائعه ولذيذه بزاف. المهم كتجي زوينه مع واحد الشوربه رائعه. الشوربه ما غاديش ندير لكم، غير شاركت معكم ونبداو المقادير ان شاء الله. عندي هنايا الخبز، كان عندي شديتو يبستو، درتو في الفران، كرمتو في الفران. يعني خبز باقي عندنا مزيان. المهم انايا درت دوزو في الفران. عندي هنايا الخضار، عندي بطاطا والقرعه، بطاطا والقرعه خضراء، القرعه حمراء، والجزر، البصل والثوم. المهم الخبز بعد ما طحنتو اولا بحال شابلور كيجي رائع بهاد الوصفه، زوين بزاف. المهم هنا عندي شويه الحار، عندي شويه ديال الطماط البنه حكيتها هنا. وصفه كتجي زوينه بزاف ولذيذه. هنا نقولوا ما نقولوا كيكه بالخضار. واحد البيضه، درت شويه الحار او السودانيات، طماط البنه والزيت. المهم غادي نخلط هادشي مزيان. المهم على حسب المقادير اللي عندكم، انا درت غير بيضه وحده، نتوما على حسب المقادير اللي عندكم. المهم غنطربوا طربنا هاد البيض سميتو. غادي نجيب دابا زدت شويه الزيت، انا درت لكم قليب. المهم هنايا عندي البطاطا طاحناها، حكيتها زعما البطاطا حكيتها. عندي القرعه الخضراء حكيتها، القرعه حمراء، الخيزو او الجزر، والبصله محكوكه، الثومه محكوكه. ممكن لكم ديروا قزبر معدنوس، انا ما درتوش، ما كانش عندي ما درتوش. يعني عندي قرعه كورجيط او قرعه خضراء، عندي القرعه حمراء، عندي البصله محكوكه، عندي الجزر محكوك. الملح ما تكتروش الملح لان نديرو فيها الفرماج والخبز كيكون مالح، ما تكتروش الملح. غنديرو جوج ديال الخمارات. المهم هاد الخبز الشابلور غندوزو نديرو في الزلافه باش نعرف شحال درت. المهم درت زوج زلافه وزدت عليه جوج ديال الخمارات ديال الكيكه. عطاني زلافه هذاك الخبز اللي كتمجى معاه. هذاك راه ماشي الدقيق ولا شي حاجه، غير الخميره ديال الحلوه خلطتها معاه. صافي غنخلطو مزيان. كتجي وصفه رائعه ولذيذه بزاف. يعني في عوض ما تبقاو تاكلوا الخبز مع تغمسوا في الخضره هزو كلوا نيشان بلا ما تبقاو تغمسوا. هنايا عندي الفرماج، غنحك شويه الفرماج حتى هو. علاش قلت لكم ما تكثروش الملح، حسب ندير مع الفرماج والخبز كيكون مالح. يعني بحال غنديروا ديك المليحه باش نملحوا الخضره وصافي. وراني دايره شويه ديال الكنور، درت غير شويه ما نديروش كله، كون درت كله ما نزيدش كاع ملح، انا زدت واحد شويه. المهم غادي نجيب واحد الطاوه ندير فيها شويه الزيت وندير فيها الدقيق، شويه الدقيق. هكا الدقيق. يمكن لكم ديروا شي حاجه عرض من هكا باش تجيكم رقيقه، ما تجيش غليظه الا ما بغيتوش تجي غليظه. وهاد الطريقه اللي شاركت معكم راه يمكن لكم تعمروها، يمكن لكم ديروا فوق منها مثلا فوق منها شويه الفلفله، شويه سميتو فلفله، شويه البصله، تصوطيهم هكا وديروهم من الفوق حتى تدخل الفران بحال غديروا بيتزا.
بغات عاد دير الفرماج. انا المهم درت ما درتش حتى هكا، درتها عاديه. المهم دابا نعاود نشاركها معكم ان شاء الله بطريقه اخرى بشكل اخر. دابا الطريقه اول مره كنجربها وصدقات زوينه، قلت نشاركها معكم. كتجي زوينه مع هكا، مع تحطيها في طبيصيل ديري معها شي صوبه ولا هذيك كتجي زوينه، شي شوربه. انا نيت درت معها الشوربه، درت معها الشوربه اللي تبقى ليا الخضره، شويه القريعه وداكشي درتها معها، جات واعره. زدت شويه الزيت من الفوق شويه باش هذاك حنتي غندخلها للفران. ما غنديرش الفرماج دابا، غادي طيب شي شويه وعاد نخرجها ونعاود ندير الفرماج. المهم نتوما شاركوا معايا، تبعوا معايا باش تفهموا كيفاش الطريقه اللي قلت لكم ديروا فوق من الخضره. المهم زدت شويه الزيت، يمكن لكم ديروا الشيته بحال انا عندي واحد سميتو كنرش بها هكا بحال بخاخ، دايره فيه الزيت وكنقرش بيه. صافي غادي ندخلها ان شاء الله، نخليها تخمر واحد شويه، ما نخليها على ما يسخن ليا الفران، وغادي نديرها في الفران. المهم بعد ما دوزتها في الفران بحال هكا ملي تخرجوها هكا من الفران، يمكن لكم ديروا شويه الفلفله شويه البصله مقليه، كتصوطيوها شويه هي والفلفله، ديروها وديروا فوق منها شويه مثلا شويه الكروفيط ولا شويه الدجاج ولا اي حاجه بغيتو، تجي واعره ان شاء الله. دابا نعاود نشاركها معكم بشكل اخر، نفس الطريقه ديال العجينه، بحال دابا درنا خبزه، تجي رائعه. ايوا شكرا لكم، وما تنسوناش من لايك ومن ابوني، تعليق زوينين، بارطاجيو مع الحباب ديالكم اللي عجبكم هذا الفيديو. شكرا لكم بزاف. شكرا، جات واعره زوينه، المذاق ديالها جا واعر، المذاق ديالها جا يا سلام يا سلام. فيها الخضر بالنسبه للوليدات ما كياكلوش هكا، غياكلوه ليكم الخبز ما يعرفوش شنو فيه، يعني تجي واحد طريقه زوينه بزاف. يمكن الواحد يخرجك مع خريجه ولا خدمه ولا اي حاجه زوينه. يمكن لكم ديروا معها حتى الكفته بهذا الشكل الداخل بلا ما ديروها من الفوق ولا شي حاجه. صافي بعد ما طابت هي قطعناها، هذا هو الشكل ديالها. طايبت مزيان، طايبه مزيان. اصلا الخبز طايب، الخضره راه كتكون دغيا كطيب لان حكيتها رقيقه. هذا هو الشكل ديالها، نتمنى تعجبكم. ولا عجبتكم ما تنسونيش من ابوني ولايك وتفرجوا في الفيديو من الاخر للاول ورافقتها مع الشوربه. وشكرا لكم، الى اللقاء.